أهلا وسهلا بكم مرة أخرى متابعينا الكرام في سؤال آخر ولغز آخر من مول أهل الخير نادر. ما شاء الله اليوم الحضور منورين وبأعداد كبيرة الحمد لله والشكر، استقبال لشهر رمضان المبارك. نتمنى أن يكون عليكم وعلى عوائلكم وأحبائكم شهر مبارك وشهر خير ورحمة وبركة إن شاء الله، تنقبل بها أعمالكم وتقضي حوائجكم إن شاء الله. إذن خلي نشوفكم السؤال، نشوفكم اللغز، واللي يحب يشاركنا بهاي الفعالية يجي يوميا مول أهل الخير بداخل الصالة حتى يشترك ويانا ويحصل على الجائزة. الشيء ذكر في القرآن الكريم مرة ككذبة ومرة كدليل ومرة كعلاج. مرة كدليل، ما بيفدي شوية مساعدة يعني حتى التفكير يعني. هو لغز يعني شيء مار عليك اكيد، بس انت ما لانه بصيغه لغز ما جاي تتذكره. مرة ككذبة مرة كدليل ومرة كعلاج. كان القرآن الكريم استخدمنا العسل كعلاج. للاسف جواب مو صحيح. ممنون. اقدر عادي ويا زوجتي. اي عادي. ايه امرأة كذابة ومرمرة كالدليل ومرة كعلاج. تشارك. هالشي مر عليكم بس هو لانه بصيغه لغز ايه شويه صعبه تساعد. هو مذكور في القرآن يقول اي مرة كعلاج يعني نقدر كعلاج يعني، مرة كدليل ومرة كذبة. ايه مرة كذبة مرة كعلاج ومرة كدليل. هو نفس الشيء. هو نفس الشيء كلام واحد يعني. يعني. الفكرة هو شيء جماد. جماد؟ جماد مذكور بالقرآن مرة كعلاج ومرة كمر ومرة وكدليل. اكو جواب ولا لا؟ والله ما مشكلة يعني. انت تقول مذكور بالقرآن، احنا قارئين كتاب الله بس يعني هو ما راح هو بلغز كثرة. اي طبعا لغز لانه بصيغة لغز يعني. بصيغة لغز. احنا يوميا هنا برمضان يوميا راح نسأل سؤال. يعني هذا السؤال يتكرر ولا لا؟ لا ما يتكرر. هذا بعد بس اليوم. اي بس اليوم. اي ان شاء الله خير بس ما يعني عيني شهر مبارك عليك ان شاء الله. عليك الله يسلمك. رمضان كريم عليك حجي. على الجميع ان شاء الله. حجي هذا السؤال هو عبارة عن لغز بإيدك، اقرأ لنا اياه واذا تعرف الجواب جاوب. شيء ذكر في القرآن الكريم مرة كذب ومرة كدليل ومرة كعلاج. والله ما يبصرني. عمي ما يبصرني. شكرا جزيلا. الله واجب. رمضان كريم عليك. رمضان كريم علينا وعليك ان شاء الله. هذا السؤال بيدك، اقرأ واذا عندك جواب جاوبنا حتى تحصل هدية. شيء ذكر في القرآن الكريم مرة ككذبة ومرة كدليل ومرة كعلاج، فما هو؟ شنو هذا الشيء؟ العسل؟ ما ادري انت جاوبني. مرة ككذبة ومرة كدليل ومرة كعلاج، فما هو؟ اتوقع العسل. للاسف جواب مو صحيح. رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم. اذا جاوبتوا على هذا السؤال تحصلون ويانا هديه من مول اهل الخير نادر ان شاء الله. شيء ذكر في القرآن الكريم مرة ككذبة مرة كدليل ومرة كعلاج، وما هو؟ شيء ذكر في القرآن مرة كدليل ومرة ككذبة ومرة كعلاج. شنو هذا الشيء؟ آية. هو آية تحكي عن فد شيء معين يعني. هذا الشيء شنو هو؟ نريد نعرف هذا الشيء. هو عبارة عن لغز يعني. ساعديها. مو صوت الفاتحة. لا. أنا دائما أقراها. أنا دائما أقراها أتذكرها.
مر عليكم هواي بس لان احنا صايغينها بصيغه لغز تبين صعبه عليكم. لا شوف الفاتحة. لا لا، مو- شيء واحد، هو شيء واحد، ايه. شيء بس واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا هو دا يحكي يعني عن شيء، اعرف. شيء معين ذكر بالقران. انا هواي قريتها. علينا وعليكم. ينعاد عليك بالصحه والعافيه ان شاء الله. عليكم ان شاء الله. شلون شفت الاجواء؟ والله اهل الخير نادر. والله خير منا الله، بعد هو اهل الخير بعد. الله يزيد الخير الله عليك ان يحفظك. شاء الله. هذا سؤال بيدك، ايه. اقرا واذا عندك جواب جاوبنا حتى تحصل هديه. شيء ذكر في القرآن الكريم مرة ككذبة ومرة كدليل ومرة كعلاج، فما هو؟ شنو هذا الشيء؟ نشوف الحنوش. بشر والله مار عليك. ايه. يا سورة اقدر؟ لا هو لغز ما اقدر اقرب والله، فانت لازم تتذكر. مرة كذبة ومرة كدليل ومنه وصل للعلاج يعني. شوي تختلف عندك. اعتذر. على راسي حبيبي، الله يسلمك. شكرا. رمضان كريم عليك. الجميع ان شاء الله يا رب. شلون شفت الاجواء؟ والله والله الخير. الاجواء طبعا كلش حلو، الناس قاعد تتسوق شهر رمضان موفقين ان شاء الله. الله يسلمك يا رب. بيدك السؤال اقرا واذا عندك جواب جاوبني حتى تعطيك توصل لك هديه. اقرا بصوت عالي. يعني من ضمن الاجوبه الثلاثه؟ لا هو هذا كله سؤال واحد. فشنو هو هذا الشيء؟ نسال نقول شيء ذكر في القران مره ككذبه مره كدليل ومره كعلاج. شنو هذا الشيء؟ الصيام؟ ها؟ الصيام يعني؟ لا مو الصيام. حاول من نام. والله ما أعرف. شلونك عمو؟ حكيكم شلونك؟ زين؟ يوم فيديو. ايش اسمك؟ ها؟ نزل جود جو. الله يحفظه ان شاء الله. حبيبي غالي يا مرحبا. موفقين. الله يحفظك يا مرحبا. شيء ذكر في القرآن الكريم ايه مرة ككذبة جيد ومرة كدليل زين. ومرة كعلاج، فما هو؟ فما هو؟ شيء مرة كدليل ما أعرف. ممنونين منك حبيبي نتمنى لك رمضان كريم عليك وعلى العائله ان شاء الله. رمضان كريم على الجميع إن شاء الله يا رب. مساء الخير عليك ورمضان كريم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي اقرا لي السؤال واذا عندك جواب جاوبني. شيء ذكر في القرآن الكريم مرة ككذبة ومرة كدليل ومرة كعلاج، فما هو؟ وما هو؟ والله حضرتكم يا قناة. احنا الاعلام مال والله للخير نادر. اهلا وسهلا. فيك اكثر. شلون شفت الاجواء بالمول؟ والله احنا حقيقة اجينا من الكفل. اهلا وسهلا بك. اجينا من الكفل حقيقة، اجينا نسأل عن شارع الطاحونة اختصاصا على مول اهل الخير. تشرف بك. لانه حمدونا انه اسعاره مناسبه واجواء عائليه، وحقيقه اللي نقل الوصف يختلف عن الواقع. من الافضل؟ هو ان شاء الله يفوق الواقع بكثير جدا ان شاء الله. ان شاء الله. نتمنى لك ان شاء الله ايام مباركه ان شاء الله واعمال مقبوله. بس احنا بهالمناسبه اي شيء ذكر في القرآن الكريم مرة ككذبة ومرة كدليل ومرة كعلاج، فما هو؟ احنا هم نعطيك هدية اذا جاوبت. انا سال هذا السؤال. مو هو حقيقة. شوف احيانا اكو اسئلة مو من ضمن ذوات الاختصاص، يعني ممكن انه فالانسان مو ذوات اختصاص يشكل هاي الجملة. سيدنا امر طبيعي انه الانسان ما يقدر
يكون ملم بكل شيء. لا مو قصة، هو موجود بس احنا كاستدلالنا مثلا نستدل صح فغير موقف. فعلا لا بس انا لو اسالك عليه مباشرة راح تعرف. نعم لكن هذا مثل الحزورة لغز. اي لطيف جدا ومرة كعلاج. والله حقيقة يعني اتشرف ان اكون خطيب منبر الحسين عليه السلام. نتشرف بك ومن خلال دراستي يعني موفق ان شاء الله. الله يسلمك يعني ما مر علي هيك استدلال حقيقي. ممنونين منك. الله يسلمك. شكرا جزيلا، نتمنى لك اوقات سعيده انت والعائله ان شاء الله بموله الخير. الله يوفقك. شكرا. بموله الخير، نتمنى لك اوقات سعيده ورمضان كريم عليك وعلى العائله. للجميع ان شاء الله. استاذ اقرا الورقه، اقرا السؤال شيء ذكر في القران الكريم مره كذبه ومره كدليل ومره كعلاج. كذبه ومره كدليل. شيء ذكره في القران الكريم. سوره يوسف. هو شنو هو الشيء اللي مقصود؟ الذئب من اكله الذئب. هو احنا اذا نحكي عن هذا الشيء شنو هو؟ شنو هو الشيء اللي نقصده؟ مره هذا الشيء نفسيته، مره دليل ومره علاج ومره كذبه، شنو هو هذا الشيء؟ الشيء اللي كذبه كدليل كعلاج. نفس هذا الشيء هو نفسيته، شنو هو هذا؟ هو على الذئب. لا قريب عليه. يوسف. بعد قريب. شغله تخص يوسف. السجن. فزليخة. اذا ما تجيبه نفسه نص الاسم ما اعطيك الهديه. بس انت حرامات يعني كلها. الطفل. لا اللي قريب والله قريب يعني. انت قريب من الهديه جدا. اول زليخة ويوسف. هو شيء واحد وجماد. خل اقرب لك السالفه. جماد. فشيء واحد. يوسف. ها؟ يوسف مو جماد، يوسف انسان نبي وحي. نعم. فالشيء هو يخص يوسف. والله قريب، حرامات تروح من. اي والله ان شاء الله. ها يبقى كدليل ومره وصلت والله. والله شنو هو هي آية قرآنية والله. كل اللي حكيته صحيح. نعم. هو في شيء قريب ويخص النبي يوسف عليه السلام. نعم. فليش تروح الهديه من عندك؟ اذكر ان هذا الشيء. كذبة بس انت ذكرت كلهم، ذكرت نعم. ذكرت الاشياء كلها بسوره يوسف. هو قريبة هي صحيح. ايه شنو هو؟ ايوه مرة كعلاج، مرة ككذبة كدليل كعلاج. اكو بسوره يوسف. نعم. آية بها مفردات كذب. شنو هي هاي الآية؟ حتى هسه راح غازن راح تتذكر. كذب على وجاءوا جاءوا بكذب. على شلون وجاءوا. والله قريب والله قريب. لا قرب لك اياها جدا. اي نعم. كذب من قليل. وجاءوا ب هي الصورة. كل اللي قلته صحيح. نعم. هو انت قريب من الإجابة. ما معقولة. وجاءوا بكذب. جاءوا مرة كذبة كدليل وكعلاج. دليل وكعلاج. رمضان كريم. ينعاد عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله وعلى كل العوائل العراقية. السؤال بيدك اقري وإذا عندك جواب جاوبي. اقري بصوت عالي. شيء ذكر في القرآن الكريم مرة كذبة مرة كدليل ومرة قال النبي يوسف. صحيح. توفيق إن شاء الله. شكرا على الجائزة، سؤال حلو طبعا ديني مميز. الله يوفقك دائما. أهلا وسهلا بك.